طيب يا جدعان، انا دلوقتي شغال على المكنه وغلطت ان انا اشتغلت بدري. ما علي انا من ده كله. جاء واحد خد فستق وكاجو وخد عين جمل ولوز وخد شويه حاجات كده يعني. عاملين كام؟ عاملين 888 جنيه. حلو. قال لي طب معاك معيش كاش، ينفع فيزا ولا فودافون كاش؟ انا قلت لي ماشي فودافون كاش مفيش مشكله. قال لي تمام. فالطرحه اللي انا حاططها على المكنه قربت تستوي، شم ريحتها، فبقول له بعد اذنك خد الرقم على السريع بس عشان ايه اروح انزل الطرحه وكده. راح قال لي ماشي، خد الرقم زي كده وكل حاجه. جاء بعد كده فبعت الرقم، فانا شفت الرساله فعشان يعني انا شم ريحه اللب ان هو استوت خلاص، فالمفروض ان انا اسيب التليفون واروح. كيلو ب 300 جنيه والطرحه 10 كيلو، انتوا فاهمين؟ لو اتحرقت انا هشيل ثمنها يعني. المهم رحت زي كده. المهم بعد الرساله فشفت الثلاث يعني شفت رقمين انا بس تهيألي ثلاثه. يعني انا هوريكم السكرينه دلوقتي. تمام. المفروض يعني ثلاث ثمانيات 888. فببص لما خد الحاجه ومشي وسبت الرساله انا قريتها ثلاث ثمانيات والله يا جدعان. رحت طلعت الطرحه وكده وببص كده لقيتها 800 بس، يعني 88 جنيه بس. يعني انا مش عارف انا ايه هو ده اصلا. فانا مستغرب يعني. طب هو بعتها ازاي؟ ما هو المفروض اصلا يبقى واثق من الرقم. يعني انا ورقمه معايا واسم البنك بتاعه معايا. فبيقولوا لي انا اعمل ايه عشان انا زهقت. اتصرف ازاي واعمل ايه؟ المفروض اعمل ايه؟ انا برن على الرقم بتاعه ما بيردش. انا المفروض اعمل ايه؟ حد كده يفيدني كده عشان مبلغ تقيل عليا الصراحه. تقيل ان انا اشيله وحدي. بس لو قصدها حسب الله ونعم الوكيل.